صلوا على النبي. بصوا الليمون بتاعي الجميل. تعالوا اوريكم بقى انا بخلل الليمون ازاي. بس اهم حاجه اوعوا تنسوني في المتابعه والكومنتات والاشتراك في النجمه وتصلوا على النبي. ويلا بينا تعالوا بقى نعمل الليمون المخلل. الليمون المخلل بنعمله ازاي؟ بنسلق الليمون، وبعد ما نسلقه ما نرميش الميه بتاعته. الميه بتاعته مفيده جدا جدا جدا. ممكن تغسلي بيها الاشاني، ممكن تغسلي بيها البوتاجاز، الميه بتاعته. تعالوا شوفوا الليمون بتاعي اهو. ده الليمون اهو. ده الليمون. طبعا انا غسله كويس جدا ونقعه. قعدت يومين نقعته. طبعا لما بيتنقع بيطلع بالشكل ده اهو، عشان ينزل شويه المراره بتاعته. بعد ما بيغلي بصفي الميه بتاعته وبغسله وبحط له ميه نظيفه، واقعد 4 ايام اغير له الميه. كل يوم اغير الميه. ليه؟ عشان الليمون لو خللتيه اول ما سلقتيه وخللتيه باظ، تيجي تاكليه تلاقيه مرر جدا. فعشان نضيع المراره دي نعمل ايه؟ نخلي الليمون يتنقع 4 ايام. كل يوم اغير له مره الميه مرتين. هنحطه على البوتاجاز ولما يخلص غليان هوريه لكم. كده الليمون بتاعي خلص. عرفت ازاي؟ بصوا فلقت ازاي. فلقت اهي. بصوا فلقت الليمون فلق. فهعمل ايه بقى؟ اشيله من على النار وايه واصفي ميته، بس ما ارميهاش، واحط له ميه من الحنفيه. وبعد كده هوريكم نعمل ايه. كده بعد ما الليمون غلي شلنا الميه زي ما قلت لكم واعترموها، ونقعت الليمون 4 ايام. وكل يوم اغير له الميه مرتين. ودي اخر ميه اهي. هرميه وارجع لكم. خلاص رميت الميه. خلاص بعمل ايه؟ ببشر له جزر. ودي معجون الفلفل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض ساعه الزيتون. معجون الفلفل ده بجيب الكبه، بجيب الفلفل الاحمر الحامي او الرومي اللي انتوا عايزينه، وبحطه في الكبه. بحط فيه شويه زيت، بحط فيه فصين ثوم، بحط فيه شويه ملح، وايه واحصره بالكبه. بيطلع لي بيطلع اللي هو معجون الفلفل اللي هو ده معجون الفلفل. بحطه على الايه؟ على الليمون. وبعمل ايه؟ هقلب الليمون واقلب الكميه دي كلها مع بعضيها واقول لكم اعمل ايه تاني. كده الحمد لله. بجيب البطرمان بتاعتي. لازم البطرمان بتاعي بيبقى معقم. لازم البطرمان بتاعي يبقى معقم. احط الليمون ده في البطرمان وارجع لكم نعمل المحلول مع بعضينا. بملى الايه؟ الليمون بتاعي بملاه. لازم اعمل كده عشان الليمون بتاعي يبقى مزنوق، ما يطلعليش لفوق لما اجي احط المحلول. لازم اعمله كده اهو. بزنقه كله مع بعض عشان ما يطلعليش لما احط المحلول الليمون ما يعمليش فوق. خلاص هخلص دي وارجع لكم. المحلول بتاعي اهو. ميه. عملت قد ايه؟ عملت ميه حوالي بطرمان. بطرمان ميه. البطرمان ميه بحط ايه؟ معلقه سكر. وبحط 3 معالق. 3 معالق ملح. 3 معالق ملح. واقلب المكونات دي كلها وادوق الملح كده. ادوق الميه. لقيت عايزه ملح احط شويه، لان الملح كله مختلف. لقيت الملح كتير احط شويه ميه. طبعا الميه دي فيها ايه؟ فيها زيت. الميه فيها زيت. هحط الملح واقلب وارجع له. قلبت اللي هو قلبت المحلول بتاعي. هحط بقى المحلول في الليمون واتوكل على الله. كده مليت البطرمان بتاعي بالمحلول. طبعا ما حطيتش زيت فوق الوش. ليه ما حطيتش زيت فوق الوش؟ لان حاطط في المحلول زيت. حاطط في المحلول زيت. وفي نفس الوقت المحلول مغطي الايه؟ الليمون. هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم حاطط دي كله هنا اهو. طب انا ليه حاطه في شنطه؟
عشان لو نزل ميه ما ينزلش على الايه، على الرخامه، ينزل في الشنطه وما يبقى عليش الرخامه. واقوم عامل ايه؟ هقوم عامل كده اهو، بصوا، عامل دي كده وعامل دي كده اهو، شوفوا قفلتها بالشنطه اهي. واقوم جايب الغطا، شايفين عامل ازاي اهو، واقوم قافل كده، اشيله ما يبقاش في حاجه مبقعه اهو. همسح دي واوريكم، بصوا مفيش اي حاجه مبقعه. لكن لو انا ما حطيتش الشنطه هتلاقي دي مبقعه كده اهي. وربنا يكرمنا ويكرمكم ويسعدنا ويسعدكم. وما تنسونيش في الشير وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه وكومنتاتكم الحلوه والمتابعه. وربنا ما يحرمني منكم يا رب، ويسعدكم ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.